سلام، راكي تعاني من هذا التشققات اللي كاين في فمك ولا في شواربك وراكي حابه يوليو كيما هاد لا فوتو. ما عليكي غير تبعيني انا راح نمدلك الحل. رانا على بالنا انا في فصل تاع الشتاء وكاين بزاف مشاكل اللي على لابو تاعنا. انا اليوم حمد لكم 3 طرق اللي راح تساعدك بيان سور مع المداومه وكامل باش تقضي على التقشرات هذوك اللي نلقاهم في فمنا. راح نمدلك 3 نصائح ولا طبقتيهم مع الوقت وكامل ان شاء الله راح تلقاي بهم نتيجه. انا راح نمدلك طريقه بالمنتوجات وطريقه بحوايج كاينين في كل بيت جزائري. راح نمدلك طريقه اللي بايزون تشري بها برودوي من برا ولا من كوسميتيك ولا، وزيد على هذا راح نمدلك الطريقه اللي انتي تقدري تخدميهم بالدار. الطريقه الاولى باش تقضي على هذه الظاهره اللي هي لازم لك تشربي الماء. هذه هي ليطاب رقم 1. لازمك تشربي الماء من 3 لترات حتى 4 لترات في النهار. على بالنا في الصيف الشتاء الناس ما تشربش، كاين الناس ربي يهديها تشرب بالك حبه ولا زوج. الطريقه لا دوزيام هي طريقه التقشير. لازمك تقشري فمك ولا شواربك او موا 2 فوا سيمين اللي يعانيو اللي بزاف عندهم هذوك التشققات. سكي كونسيرن فيما يخص البرودوي زعما تشريو حاجه من كوسميتيك، كاين هذا تاع روبيروز كيما راكم تشوفوا في لا فيديو يدير نورمالمون يدير يا 25,000 يا 27,000 هكذا واحد فيهم. ما يتجاوزش. سمحوا لي كنت عارفه قبيليه مع العربيه كيفاش ما يتجاوزش 30,000، ما يتعداش 30,000. وراكي فريتيها شوفوا تحطوه في شواربكم بيان تكونوا غسلتوا شواربكم افون تحطوا في شواربكم ديروا حركات دائريه حتى تلقاي بلي البرودوي هذا دخل كامل، باسكو هذا البرودوي فيه اونزي سكر مع زيت. كي تلقاو بلي كومسي السكر هذاك شويه دخل في التقشير وتقشر تريتي بيان نورمال كامل نعرفوا كيفاش نقشروا الحاله. تفدير دخل لو برودوي كيفاش ديري بعدا تغسليه ونوحو ليطاب الاخرى بعدها. دوكا راح نمدلك الطريقه اللي بايزونبل ولا ما عندكش البودجي ولا باش تشري، راح نمدلك الطريقه اللي تخدمي نتيا في الدار هذاك المقشر باسهل طريقه لازم تلقايها. تسدي السكر مع زيت الزيتون تخلطيهم تحطيهم في شواربك وديري حركات دائريه. ولا ما عندكش زيت الزيتون كاين زيت جوز الهند ولا الويل كوكو اللي كامل نعرفوه عنده بزاف استعمالات. ان شاء الله راح نديكم لا فيديو ونهضر لكم عليه بالتفصيل. ديري السكر مع جوز الهند تخلطيهم تري بيان حتى تلقايهم بلي تجانسوا تحطيهم في شواربك ديري حركات دائريه ولا في فمك وديري حركات دائريه حتى تحسي الزيت هذاك دخل في شواربك ولا في فمك. بعدا تروحي تغسليه وتمسحيه بيان سور تنشفيه. لازم تنشفيه بالقطن بلي كوطون ديسك ولا بكوطون ديسك المهم ولا مثلا ما عندكش باغ اكزومبل جوز زي الويل كوكو ولا زيت جوز الهند تقدري تعوضيه بزيت تاع الورد بزاف مليح. انا عن تجربه شخصيه. وكي نخلصوا من التقشير نغسلوا فمنا نمسحوا تري بيان تجي لا تروازيام ايتاب اللي هي ليدغاتاسيون ولا الترطيب. نعرفوا كامل الترطيب نعرفوا كامل ليدغاتاسيون. الترطيب ثاني كاين بزاف منتجات اللي تقدري تطبي بهم شواربك. نعتذر على الصوت كنت تعرفوا لا كونيكسيون برا وكامل. لي برودوي الاول ولا المنتوج الاول هي لافازلين. كامل في الدار عندنا لافازلين ديريها في فمك تخليها حتى ينشف. كي ينشف تقدري تزيدي ولا ما عندكش لافازلين تقدري تشري هذو اللي يتباعوا في الحانوت جوبونس يتباعوا 15,000 ولا اللي هي لافازلين كيف. ولا ما عندكش ثاني البيجي باش تشري ديري زيت جوز الهند. ما كانش زيت جوز الهند تقدري ديري زيت الزيتون اللي متوفر في كامل الديار ولا زيت الورد بزاف مليح. انا دوكا راح ندير ان بونوس باش يجي شواربكم عندهم هذوك لا كولور الغوز لي شابه ايتو بلا مكياج بلا والو. او عن تجربه لازم لكم البنات تداوموا عليها كيما راكم تشوفوا. هاوليك شوفوا لا كولور هاد لا كولور اللي تخرج في شواربكم. كيفاش انا خدمته هزيت بواطه اي بواطه يكون عندك في الدار ان شاء الله بعدا نحط لكم طريقه كيفاش صنعتها بصح دوكا راني نهضر لكم.
كيما قلت لك تهزي بواطة، أي بواطة يكون عندك في الدار، تحطي فيها لا فازلين، تشدي الغوج على لافغ يا يكون غوز يا يكون روج، وتخلطيه مع بعض حتى يتجانس يمدلك هاد لا كولور، تحطيها يوميا، ولا شوفي برك في يدي كيفاش جاتني لا كولور، ولا تحطيها كل ما صليتي حطي في فمك، نضتي الصباح حطي في فمك، وما إضافي فمك 3 فوا باغ جور. ياخ كيما راكم تشوفوا. وثانيك حابة نزيد شوية هكا واحد وكامل، ما ديروش لي كولور الاخرين، يا ديروا غوز يا ديروا روج، هادو من لا فامي برك، ولا ما عندكش وقت باش تصنعي هاد المرطب، تقدري تشري هذا اللي راكي تشوفه فيه، اللي يتباع في لي فارماسي في لي كوسميتيك، يتباع بارتو. الوغ كيما قلت لكم مليح، مع المداومة ان شاء الله راح تلقاو النتيجة. الوغ كيما راكي تشوفي لازم لك مداومة. الوغ انا ما واش راح نقول لكم، اذا عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجيو مع اصحابكم، تروحوا الانستغرام وتيك توك. نلقاكم في فيديو واحد اخر، سلام.